لف السمبوس مثلثات صعب علينا يا شيخ، عطنا أشكال ثانية سهلة ولا يبي لها عرف، وهذا المقطع يمكم جدا أشكال سهلة وبسيطة والكل راح يتعلم معاي. تابعوا المقطع القصير وشوفوه مع بعض. اهلا فيكم، تقبل الله اعمالكم وشهر رمضان عليكم مبارك. عندي هنا حق تكفير السمبوس دقيق اللي هو الابيض، راح اخذ من ملعقتين وراح اسوي من صوص تكفير السمبوس، وراح اضيف عليه ماي عشان امزجه مع بعض واخلطه لين ما يصير معاي صوص متجانس، وهذا اللي نقفل فيه السمبوس العاده. بالنسبه هنا عندنا الحشوات سبق انا شرحت لكم من اول، تلقونها في المقاطع السابقه كلها موجوده. هنا عندنا في البداية شرح سمبوس سويتز بالزيت، طبعا هي تكون تاخذونها وتسوون بها مربعات بنظام اللي هو المطبق. شلون نظام المطبق؟ تاخذون اول شريحة وتخلونها مثل ما تشوفون، وتحطون الثانية عليها من المنتصف، ثم ناخذ من الصوص اللي سويناه للتقفيل اول الحشوة نحطها، ثم بعدها على الصوص طبعا تقريبا ملعقتين الصوص الحين اللي نحطه على كل الجوانب اللي راح نقفل فيها السمبوسة، وراح تكون معانا بشكل مربع مثل ما تشوفون. تاخذون اللي هو الشريحة اللي في الأسفل في البداية حطيناها ونقفلها على بعض، ثم ندهن كل الجهات مثل ما تشوفون عندنا هنا، وخلاص ما يبي لها أي شيء. الحين جاهزة معانا، تقفلون عليها وجاهزة للقلي مباشر. وهذا أول شكل خالص معانا، ما يبي له شيء، جدا سهل. وعندنا الشكل الثاني هو بنظام اللي هو الرول أو المخدات مثل ما يسمونهم، أسهل من بعد ما في ذا. تدهنون كل الشريحة بالصوص، ثم تلفونها بالطريقة هذه اللي تشوفونها كاملة، وتقفلونها من الجوانب، تعطونها صوص شوي من الطحين، وبعدها على طول على التقفيل مباشر. وهذا شكل المخدة أو الشكل الرول مثل ما يسمونه، أو الأصابع جاهز. شكلين ولا أسهل منهم، وبدون ما تسوونهم مثلثات وتلعبون روحكم وأشكال هندسية، لا لا، هذا الأشكال طيبة وسهلة. عطوا المقطع اللي تحبون، وفي أمان الله.